هلا والله بالجميع، تعالوا معاي نحل مشكلتين في البي ام دبليو. اول مشكله السنتر لوك واشارات المرور ما يشتغلوا عندي، فهذه هي القطعه الجديده، وعشان تركبها عليك تبطل كب هولدرز او حاملات الاكواب. طبعا لا احد يسالني ايش هذا بالضبط. المهم تجيب هذه القطعه البلاستيكيه وترفع السويتش مره من صوب اليمين مره من صوب اليسار لحد ما تطلع عندك القطعه نفس كذا. ومن بعدها نظفت المكان كامل وركبت القطعه الجديده ورجعت الكب هولدرز او حاملات الاكواب الى مكانهم. خلونا نشوف اذا كل شيء يشتغل صح. من بعدها ننتقل للماكينة عشان نعدل الماس اير فلو سنسر. طيب يا شباب، هذا السنسر عندنا بالعامية يسموه ساعة الماكينة، ولكن بالانجليزي الماس اير فلو سنسر. شغلته يحسب لك كمية الهواء اللي داخله من الانتيك للمحرك، وبعدين يقيس لك الخليط بين البترول والهواء. فهذا السنسر له دور رئيسي في استجابة السيارة وقوة المحرك خاصة من الصفر. ولكن القطعة اللي معي أنا ما أصلية، وكل حد حذرني إني ما أركبها لأنها راح تخبص القراءات في المحرك. ولكن القطعة الأصلية سعرها تقريبا ما بين 300 إلى 400 دولار. أنا هذه جبتها ب 50 دولار. قلت أجرب وإن شاء الله خير، إذا صار لي مشاكل راح أغير القطعة للقطعة الأصلية. لا حول ولا قوة، إيش بسوي يعني. ففكيت الانتيك سيستم ووصلت للسنسر وبدلته بالقطعة الجديدة، وعشان شيء كذا يشتغل صح ولا لا قرب افصله والسيارة مشتغلة. إذا تغير الار بي ام معناته كل شيء صح. الحمد لله مبدئيا كل الأمور طيبة.